ودايما المتعارف عليه لما تيجي تجيب سيرة الرياضة حتى لرجل الشارع العادي فيقول لك كرة القدم والاهتمام الشديد جدا بكرة القدم. وكرة القدم كرة لذيذة جدا ورياضة لذيذة جدا وحاجة حلوة قوي. لما تسافر اي حتة في العالم تلاقي فيه اهتمام قوي جدا بيها، ولكن لما بتسافر اي حتة في العالم برضو بتلاقي فيه اهتمام برياضات اخرى سواء جماعية او فردية. احنا عندنا الرياضات الفردية برضو دي حاجة من الحاجات المهمة جدا وبنحقق فيها بطولات وبندخل فيها اولمبيات وبنجيب فيها ميداليات، يعني بنعمل فيها شويه شغل جامد قوي. ولكن بصراحه المواطن العادي، مش هقول الاعلام لان هو الاعلام في الاخر بيجيب اللي المواطن بيحبه، واحنا الاثنين بنساعد بعض علشان يعني نوصل حاجه او نبتدي ننجم حد او نطلع حد قدام وهكذا. ولكن المواطن العادي يحس ان الرياضه الفرديه دي او الرياضات الاخرى غير كره القدم هو ما بيحسش. يعني انا دايما كنت اتفرج على كرة القدم اقول هو اللي بيجري ده اللي بيشجع ده هو انت ليه حاسس بالادرينالين قوي كده؟ ما كنتش انا من الناس اللي مش بتشجع كوره قوي. فاكتشفت بعد كده لما كنت بقى بدات احضر في استادات واشوف ماتشات وكده اللي هو قد ايه ان دي حاجه مهمه جدا وبتهم جدا المشجع بيبقى مبسوط قوي. عكس الرياضات التانية هو حاسس اللي هو حتى لو هو بينتمي لنادي معين والنادي عمل بطوله ولا حاجه يبقى مبسوط بس اللي هو عادي. فليه احنا ما نبقاش عندنا تشجيع للنجوم بتوعنا والرياضيين بتوعنا في مجالات مختلفه؟ عشان كده انا النهارده معايا كابتن عمر عصر منورني النهارده في استوديو ميجا اف ام 92. كابتن عمر منورنا. كابتن عمر هو لاعب منتخب مصر في تنس الطاوله واللاعب الدولي طبعا وبطولات كتيره جدا وميداليات كتيره جدا ما شاء الله. تنس الطاوله اللي هو البينج بونج صح كده صح كده. انت ليه اخترت البينج؟ يعني بتلعب بينج بونج دي احنا عندنا كنا وانا صغير، انا مواليد 86 اوكي، فوانا صغير كان في عندنا ترابيزات البينج بونج موجوده صح بشكل كبير. انا حاسس ان هي قلت دلوقتي شويه. والبلياردو صح. ففكره ان انا ابقى لاعب محترف في للبلياردو او للبينج بونج او كده دي كانت بالنسبه لي حاجه غريبه. ففكره ان احنا عندنا منتخب بينج بونج او تنس طاوله واحنا ما فيش اهتمام قوي بالموضوع او ما فيش سبوت لايت على الموضوع، وانتوا ما شاء الله بتحققوا بطولات كويسه جدا وحاجات قويه جدا. فانا عايزك تحكي لي بقى الاول ليه اخترت البينج بونج؟ يعني احكي لي كده عمر عصر من زمان بقى ايه اللي حصل؟ شوف البينج بونج في مصر اصلا الناس كلها بتحبه. يعني انت لو سالت اي حد في الشارع هيقول لك يا اما لعبت في المدرسه في صح. مصيف في اي مناسبه هتلاقي على الاقل لعب مره في حياته. صح مظبوط عندك حق. فدي اول حاجه. وانا عيلتي كلها بينج بونج. يعني والدي الله يرحمه وعمي الله يرحمه كلهم كانوا اصلا بينج بونج. بدانا في مدينه صغيره اسمها مدينه دسوق في كفر الشيخ مشهوره اصلا بالبينج بونج. الناس في الشارع بتيجي تحضر المباريات بتاعه الدوري زي الكوره. يعني انت لو رحت فعلا دسوق اولا هي مدينه حلوه قوي قوي ورايقه طبعا. فالناس هناك عندهم من الروقان ما يكفي ان هو ايه يعني يخلص الشغل يروح يتفرج على ماتش بينج بونج مع العيله تبقى خروجه. وكان كنت لما اجي امشي بقى مع الكبار مع اللي هم فرقه الرجال انا بقى صغير عن 8 سنين مش عارف، حبيت قوي فكره ان هم مشهورين قوي في المدينه قوي. يعدوا على محل مثلا واحد بيبيع فول مثلا ولا طعميه هو البطل ويدي له حاجه كده حب يعني تحيه مش عارف. حبيت الفكره قوي ولقيت نفسي الوقت بيعدي وانا بلعب ومش حاسس بيه. فبدأت العيلة عندي حتى والدتي اللي هي أصلا برضو في مجال التعليم مش رياضة خالص لقيت هي واحدة برضو. انت دارس ايه أصلا يا عمر؟ يعني أنا خلصت بزنس ادمنستريشن أكاديمية بحرية. حلو قوي. وبعد كده تفرغت كنت مستني اليوم اللي أنا أخلص فيه عشان أتفرغ للرياضة. انت النهاردة لاعب محترف يعني صح. يعني ايه لاعب محترف؟ يعني هي انت ما عندكش شغل تاني يعني انت بتشتغل لاعب تنس طاولة في بالزبط. منتخب مصر هو صح كده. دي شغلتك وبتروح بطولات فردية وبطولات مع المنتخب وهكذا بالظبط. ففكره ان انت تبقى بتتجه للرياضه هي مش الرياضه اللي بنقول عليها ايه الكوميرشال او اللي فيها فلوس كتير من ايوه صح. فدي معناها فعلا ان انت حبيت قوي البينج بونج. حبيته وزي ما قلت يا خالد بالظبط هو لازم الموضوع يبقى بجانب الدراسه في الاول. هقول لك ليه بقى. دي حاجه مهمه قوي ودي من المشاكل اللي عندنا النهارده في مصر. يعني انا عايش في المانيا على فكره والناس كتير عارفه الموضوع ده.
انا مش عايش في مصر، وباجي للمعسكرات مع منتخب مصر وارجع تاني النادي في المانيا بلعب في دوسلدورف اوكي في الدوري الالماني. محترف يعني راجل برنس. ده الجاكيت اللي انت لابسه ده بتاع منتخب مصر؟ لا ده الجاكيت اللي انا بلعب ده بتاع منتخب مصر برضه. ده بتاع منتخب مصر عنده تمرين الساعه 7 صح. في تمرين منتخب مصر في المنتخب ده بتاع منتخب مصر صح كده. فلما انت بتيجي تعيش في المانيا هم هناك بيهتموا اولا بالتعليم بجانب كده بيشوف مواهبك، عندك مواهب في الرياضه او في حاجه تانية. هل انت بعد فتره معينه لغايه سن 16 18 سنه السن ده بتبتدي تقرر تكمل تعليم ولا تكمل رياضة أو حاجة تانية. احنا عندنا في مصر الموضوع فيه مشكلة حالية اللي هي ايه، انا دلوقتي بدخل ابني الحاجة اللي بتكسب اكتر فلوس. ايوه يدخل هندسة كورة، يدخل دكتور بالظبط او كورة او الرياضة تبقى كورة بالظبط. طيب افرض انا ابني مش موهوب في الكورة، افرض انا ابني هيطلع مهندس شاطر او دكتور شاطر، لازم ابقى انا واخد بالي عشان ما انا مظلموش في حاجة زي كده. ودي من اكبر مشاكل عندنا النهاردة، ونفسنا ان شاء الله ان الحكاية دي ترجع تاني، يبقى الواحد بيلعب الحاجة اللي هو فعلا حاسس انه متميز فيه. تعرف ان في اهتمام قوي جدا بكرة القدم، يعني فكرة الاهتمام بكرة القدم ده واضح جدا. يعني عندنا برنامج بتنتجه الشركة المتحدة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة اللي هو برنامج كابيتانو. صح. برنامج كابيتانو هو فكرة اكتشاف مواهب صغيرة في اماكن كتيرة جدا ممكن ما يكونش عندهم فرصة ان هم يروحوا أندية كبيرة وكده، وفعلا هتلاقي منهم ناس شاطرين جدا. فطبعا في اهتمام. انا حضرت حاجات لوزارة الشباب والرياضة فيه اهتمام قوي جدا بفكرة اللي هو الناس الصغيره اللي في حتت مستخبيه دي بالزبط. ما يمكن يكون شاطر في كذا، ما يمكن يكون شاطر في كذا. فهي دي المشكله بقى يعني. صح. حتى الناس العاديه بتلاقيه ابنه مثلا او بنته عندهم 5 سنين ولا 7 سنين تلاقيه اشترك له في 7 ألعاب. صح. هل ده صح ولا لا؟ انا ابتدي اشوف هو ابني مناسب لايه. يعني انا عايز اعرف هو ابني بيحب ايه او بيلعب ايه. هو يعني انت البينج بونج مثلا، انا اعرف منين ان انا بحب البينج او ان انا محترف في بينج بونج؟ شوف بيبقى في علامات بتبين الولد او البنت في سن صغير موهوب او بيحب. اولا ان هو يطلب ان هو يلعب اللعبه لمده طويله، يعني يطلب من اهله ان هو ودوني العب اللعبه الفلانيه. وتاني حاجه تحس ان هو الوقت بيعدي عليه من غير ما هو ما يحسش، يعني تلاقي ساعه ساعتين وهو ما زهقش وبيلعب فيها. مبسوط. تالت علامه برضو، يعني ممكن كلهم يكونوا مجتمعين في واحد او في ولد او في بنت، وممكن تلاقي واحده فيهم بس. لو انت كأب او ام او حتى كمدرب او حتى مدرس تربيه رياضيه في مدرسه، كل الناس دي ممكن تساعد ان هم يعملوا محمد صلاح جديد او يعملوا طبعا. حد كده لو كان الولد او البنت عنده الحظ ان عين كويسه تشوفه. واخد بالك؟ فمثلا لو احنا بنتكلم على قريه صغيره في صعيد مصر او في اي بلد تانية، لو هو مثلا لقيت ان هو بيعمل حركه في الرياضه دي، تايكوندو، تنس طاوله، فولي بول، مميز، هاند بول، عملها بدون ما حد يشرحها له قوي او بدون ما حد يشرحها، بتلاقي ناس كده. هو في حاجه اسمها ان الشعب ده عنده فطره في اللعبه دي. يعني احنا في المصريين مثلا السكواش طبعا احنا نجوم سكواش ما تفهمش. سبحان الله ما شاء الله الرانكينج كله صح. مصريين صح. يعني هتلاقي مثلا في البرازيل مثلا كرة القدم يعني صح. دي بيلعبوها في الشارع وحاجه. الصين تنس طاوله، والصين عندهم تنس طاوله حاجه مهمه جدا. كفر الشيخ بقى تنس طاوله جدا. فهل في حاجه اسمها ان الجينات ممكن تبقى متحكمه؟ يعني انا ما اعرفش، انا بسال يعني. بص انا ما اقدرش افتي لك في حاجه يعني الجينات دي برضه. بس يعني انا قعدت فتره طويله جدا. ليه؟ طبعا ما شاء الله، بس ليه المصريين جامدين في السكواش؟ يعني ليه؟ بص هو برضو ليه اجابه شويه، لان هي جت ايام كابتن احمد براده. هو كان بدا حته ان احنا نطلع من حته ان هي تبقى لعبه محليه لغايه لما تبقى لعبه انترناشونال، وبدا الناس كلها تتعاطف مع الحكايه. نجم شارع برضو يعني بالزبط. احمد براده كان نجم اللي هو الناس مبسوطه. فانت لما بقى عندك الايدل بقى ناس كتير تودي ولادهم مدارس سكواش، وبعد كده بعد كده بقى عندك جيل تاني وجيل تالت. ودلوقتي مثلا عندك نور الشربيني وعندك رنيم وعندك في الولاد ما عندك الشرباجي وعندك دلوقتي عسل وعندك اسامي ما شاء الله كتير قوي صح. وبقت ثقافه. طب ليه الصين وشرق اسيا بشكل عام متفوقين في البينج بونج؟ اولا لان هي بالنسبه لهم مش مجرد رياضه، هي بقت دخل قومي. يعني بقى خلاص البلد كلها بقت عارفه ان تنس الطاوله كل العالم هيجي لي معسكرات. لما هيجي لي معسكرات هيدفع طيران واوتيلات ويدخل لي عمله. فهو انت فعلا ممكن الواحد او الانسان العادي ما يبقاش متخيل حجم الدخل او الفلوس اللي بتدخل لبلد زي الصين مجرد ان هي رقم 1 في تنس الطاوله بدون منافس.
احنا مثلا كمصر ما فيش سنه بتعدي غير لما نبعت مثلا ما لا يقل عن 100 فرد يعملوا معسكرات في الصين، دي مصر فقط. تعالى بقى على قيس على كده على كل البلاد. فهي بالنسبه لهم فعلا دخل قومي، فكل لما يفضل هو رقم واحد هيفضل الدخل ده بيزيد واكتر من كده. ومصر ممكن تبقى كده، يعني احنا نفسي والله، يعني احنا عندنا اماكن كتيره اللي هي جناين وحاجات كده، يعني عايزين نحط فيها التنس طاوله ونشوف ممكن يكون في لعيبه جديده بتطلع بس هي لعبه مش عايز اقول سهله، هي سهله، هي يعني انا قصدي هي مش احترافها، بس هو الهوايه بتاعتها سهله واحترافها سهل. احترافها دي بقى انت اللي تقول لي. لا احترافها سهل، بس انا قصدي ان هي كهوايه عادي. انا يعني ترابيزه بينج في الشارع عندنا بالزبط. انا خلاص انا تمام بس والعيال تلعب ونعمل دوره. ده اللي بيميز الكوره وده اللي بيميز اي لعبه تانية، يعني انت سهل انك تلعبها في اي حته. كوره بيعملوها كوره شراب وبتلعب وبتلعب تنس الطاوله نفس الكلام. بس هي الفكره ان ازاي انك انت تعملها سهله للناس ويبقى في عين تشوف المواهب، بحيث زي المشروع القومي البطل الاولمبي اللي انت اتكلمت عنه. دكتور اشرف صبحي وزير الرياضه دلوقتي عامل المشروع ده في كل محافظات مصر. والسنه اللي فاتت خلاني واحد من السفراء للمشروع ده عشان اقدر ان انا اساعد في الموضوع طبعا. هو اللي احنا شفناه في السويد وفي المانيا وبره، بنلاقي ان هو حرام ان هو ما يحصلش في مصر، لان هو هيدخل لمصر عوائد كتير، عائد مادي، عائد بطولات، يخلي كمان ان الولاد والبنات الصغيرين ما يبقاش ان هو حاصر نفسه فقط على لعبه واحده. صح. انا مش هعطلك، انا هنطلع فاصل ونرجع نتكلم شويه وبعد كده سيبك تنطلق على التمرين بتاعك. بس يعني اي حد عنده اسئله، كابتن عمر عصر منورنا هنا في ميجا اف ام 92.7. كابتن عمر عصر اللاعب الدولي ولاعب منتخب مصر لتنس الطاوله ونجاحات قويه جدا، وراجل محترف في المانيا. ويعني فكره ان تنس الطاوله البينج بونج اللي هو بنلعبه هوبا تك دي، هو ما شاء الله يعني خده ونقله في حته تانية كويسه قوي، وهو مبسوط باين جدا ان هو بيحب اللعبه اللي هو بيلعبها. فهنتكلم بقى معاه عن الماتشات واللي بيحصل، ويعني قانون اللعبه برضو انا نفسي افهم ايه كده شويه تفاصيل، لان احنا برضو احنا بنلعبها كده بالحب في الشارع يعني اللي هو يلا تيكي تاك تيكي تاك. لسه مكملين. عمر عصر لاعب مصر ولاعب منتخب مصر في تنس الطاوله واللاعب الدولي في تنس الطاوله البينج بونج. البينج بونج لعبه ممكن تبقى بسيطه جدا وانت باين ان هي لعبه بسيطه، ولكن قد ايه دي لعبه مهمه جدا تقدر تحقق فيها نجاحات. ولسه كنت بدردش انا وعمر في ان هي سهله، يعني لسه بحكي لك على واحد صاحبنا اسمه محمود عوض، هو بيشتغل معانا هنا. هو جاب في عنده هو عنده روف كده، جاب في الروف عنده ترابيزه بينج، وكل خميس بيعمل بطوله هو واصحابه بوله. يلا بينا نشوف مين اللي كسب وبتاع. ولذيذه، لعبه بسيطه وما خدتش مكان وحاجه حلوه. انت قلت لي كنت بتلعب على السفره؟ انا كنت بلعب مع خالد اخويا، خالد برضو منتخب مصر اخويا اصغر مني بسنه ونص. انا وخالد كنا بنلعب على ترابيزه السفره، نخلص الواجب ونشيل الحاجات الكتب والكلام ده ونحط اي حاجه تبقى شبكه بقى، فوطه عندك اي حاجه مش عارف ايه، ونفضل نلعب. طبعا الجيران كان مشكله كبيره لان انا جبت شبكه، انا جبت شبكه حطيتها على السفره اللي هي بتتحط على طول دي. دي جميله، اللي هي شبكه بتتثبت من الجنبين كده. جبتها، انا فاكر جبتها ساعتها من ميدان الجيزه كده محل هناك وركبتها وعملت الحركه. يعني انا كنت ممكن احترف والله. وانت كان مكانك بره، بس انت اللي ركزت في الراديو. عند الدكتور من فتره قريبه قال لي الدهون بتاعتك ولازم الرياضه ولازم تمارس الرياضه، تيجي تتمرن معانا. فدي الرياضه مش يعني رياضه حلوه فيها تنافس وحاجه لذيذه، وفي نفس الوقت هحرق يعني بالزبط. هحرق فيها كويس. انت اتكلم مع اي حد خالد بيلعب تنس طاوله يقول لك 10 دقايق بلاقي نفسي ميه، يعني التعبير ده ناس كتيره بتقوله صح. لان فعلا تنس طاوله من غير ما انت تحس تلاقي ربع ساعه نص ساعه حرقت كميه كالوريز رهيبه. يعني مثلا انا الساعات الجديده دي انت بتشوفك انت في التمرين بتحرق قد ايه صح. في الساعه تنس طاوله انت ممكن تحرق 1000 كالوري. انت متخيل 1000 كالوري؟ اجري النهارده في التراك مثلا 5 لفات 6 لفات، لا ده اخرها 160 و200 كلام تاني خالص. تنس طاوله بتشغل كل حاجه وفيها توافق، وبتلاقي نفسك كله اشتغل، كل عضلات جسمك اشتغلت. البادل تنس حلو قوي، منتشر بشكل كبير، وبدا يبقى فيه اهتمام قوي جدا هنا جداً. وبدا يبقى فيه احتراف كمان يعني صح. هنا بقى في ناس مهتمه بالموضوع. بالتالي اتعمل له اتحاد صح ولا لسه؟ اعتقد ان اتعمل له يعني. اعتقد ان اتعمل له اتحاد وفي ناس كتيره فعلا بدات تلعبه، لان زي ما تقول برضو سهل، موجود في
اماكن كتير حوالينا. الناس بتلعب وبتنبسط ان هم بيبقوا خارجين، بياخد معاه اصحابه وبيشربوا حاجات ومش عارف ايه، فالموضوع بيبقى سهل ان انت مبسوط وانت بتلعب. وده اصلا برضو موجود عندنا في تنس الطاوله، بالاضافه ان تنس الطاوله مش مرتبطه بجو. يعني انت تنس الطاوله حر بتلعب، برد بتلعب في صاله مكيفه. فانت حلو موضوع صاله مكيفه قوي جميل جدا. يعني هو الماتش بتبقى، احكي لي، انا مش عايز ادخل تفاصيل صعبه، بس احكي لي القوانين عامله ازاي؟ يعني الماتش مدته قد ايه؟ زي ما بنلعبه في الشارع يعني ولا زمان الناس كلها كانت بتلعب ماتش من 21 اللي يجيب 21، ولغايه النهارده في ناس كتير لسه بتلعب 21. اوكي. هو الموضوع اتغير، الجيم صغر والكره كبرت. اوكي. هو الناس ممكن في بعض الناس لسه ما عندهمش الابديت ده، فالكره كبرت شويه، وعملوا الحكايه دي عشان الصينيين كانوا دايما الكره الصغيره بيحطوا فيها دوران كتير قوي، سبين كتير قوي بدرجه مهوله، بحيث انت ما تبقاش عارف ولا تصد الارسال ولا تعمل اي حاجه، فهم عايزوا يكسروا شويه. معلش، اللي هو المضرب هو بيسبن، بيلف الكوره فبتبقى صعبه، صح كده. فالصينيين كانوا مشهورين بالحكايه دي، وكانوا يقعدوا يخبوا الكوره ورا ظهرهم ويلعب لك السيرف، انت ما بتبقاش عارف السيرف ده ولا الصينيين دول كنافه. والله ده ولا يعني وزن نجوم الكنافه كلها. ولود لذيذ. فالصينيين ويخبي الكرة ورا ظهره ومش عارف يعمل ايه، فانت تلاقي الكرة جايه مش عارف الكرة جايه لك بترقص يمين ولا شمال، فهو عايز يكسر الهيمنه الصينيه دي باي طريقه. قال لك هنكبر الكرة، ما اتكسرتش. شويه راح جاي هنصغر الجيم، ما اتكسرتش. طب شويه ما تخبيش، اللي يخبي السيرف يبقى عليه، يبقى الكرة محسوبه عليه. فانا ما حدش لسه عارف هم الناس دي يعني هتتكسر ازاي. فهو دلوقتي الجيم من 11 اوكي لمده ل3 ايام، يعني انا لو كسبتك 3-0 او انت كسبتني 3-1 3-2 كده. كان زمان 2-0 2-1. والكوره يعني الكوره بتاعت زمان اللي هي البيضه كبرت شويه بقت 40، هي زمان كانت 37 بس نفس التقل، يعني الوزن هو ما هي كبرت وزنها تقل شويه. وعمل كده ليه؟ هي لما بتكبر شويه السبين انت تقدر تحدده اكتر، ما تلفش قوي. ايوه بالظبط. فبقت طيب قول لي ايه اصعب الماتشات اللي انت تفتكرها كده؟ يعني انت تفتكر كده ماتش اللي هو في ماتش بتلعب اكيد واحد صيني طبعا صح. أيوة صح. وكنا في الصين في مدينه اسمها تشينغدو، وبطوله العالم كانت 2009 بطوله العالم للناشئين. كانت في تشينغدو، وانا كان تصنيفي يمكن الرابع على البطوله، عشان في الناشئين كان تصنيف متقدم قوي. وربنا كرم وخدت اول، وكسبت في الصين الحمد لله، وخدت اول بطوله. وعالم مصر اتعزم وانا لغايه لسه عندي الفيديو. وكل لما الدنيا بتضيق بالواحد بيبقى جاي مشغل الفيديو تاني عشان يفتكر اليوم ده لما ربنا كرم ببطوله في الصين. طبعا. دي بالنسبه لي هي بلد اللعبه يعني. بالظبط. على فكره احنا كل البطولات اللي ربنا كرمنا بيها كمنتخب كانت كمان في الصين. يعني احنا 2013 كسبنا برونز في كاس العالم للفرق في الصين، وجالنا تكريم رئاسي، ويعني كان ربنا فاتح علينا من واسع قوي. طب احنا بنجهز لايه بقى اللي جاي يعني؟ باريس 2024 باذن الله ان شاء الله. دي اولمبياد باريس. الاولمبياد اللي فاتت كانت ربنا وفقني ووصلت 5 اولمبيكس في طوكيو، وان شاء الله بحاول ربنا يكرم ان شاء الله المره الجايه بميداليه باذن الله. ان شاء الله باذن الله. طب على مستوى النادي بتاعك في المانيا؟ هو النادي بتاعي بيشترك في كذا بطوله، بيشترك في الدوري الالماني وبيشترك في كاس المانيا. فاحنا بنحاول ان احنا ربنا يكرمنا ان شاء الله بالدوري، وفي الكاس احنا خلاص فرصنا بقت قليله شويه، بس لسه في فرصه ان شاء الله صغيره. طب احنا في مصر بقى لو بنتكلم على النوادي، يعني بنتكلم على دوري محلي يعني، لو احنا فكره ان يبقى يعني انا شايف ان في كره مثلا دي بدات تبقى منتشره بشكل كبير، ودي حاجه حلوه. كره اليد يعني كره اليد الهاندبول بدات تبقى منتشره، وبدا يبقى في تنافس مش بس في فكره المنتخب مصر، فكره الدوري ان النادي الاهلي ونادي الزمالك طبعا القطبين يعني الشهيرين. فهو المنافسه القويه جدا مش بس في كره القدم تبقى موجوده في الهاندبول، ففي تنس الطاوله بدا ده يبقى موجود. يعني انا فاكر هنا جوده ايوه، دينا مشرف، وايوه. فطبعا في لعيبه كتير ويسرى، وعندنا ما شاء الله لعيبه يعني البنات برضه ما شاء الله متميزين جدا جدا. وزي ما تقول اللي خلى موضوع السيدات عندنا برضه يتشهر والناس تتابعه المنافسه الكبيره اللي كانت ما بين الانديه، بالذات الاهلي والزمالك. برضه في نادي في المنصوره اهتم جدا بالسيدات، واسكندريه. فبقيت انت مش عارف كمشاهد انا رايح ومش عارف مين اللي هيكسب الدوري. دي بالنسبه لك بتخليك تروح وانت مبسوط. عندنا في الرجال برضه عندنا الحمد لله الاهلي، عندنا الزمالك، وعندنا MP، وعندنا
كذا فريق كبار جدا، وفي اسكندريه برضو، في صعيد مصر. بس احنا محتاجينهم ان هم يفتحوا محترفين، وهم بداوا يفتحوا للمحترفين، ودي من الفرص اللي هتخلي ان شاء الله الدوري بتاعنا اقوى بكتير باذن الله. طبعا انت بتتمرن كام ساعه في اليوم؟ انا بتمرن 3 ساعات الصبح، وبالليل بتمرن ساعتين تنس يعني 3 ساعات الصبح تنس طاوله، وبعد كده ساعتين تنس طاوله بالليل، وبعد كده يبقى في ساعه يا اما جيم يا اما جري. اوكي، علشان فتنس يعني لازم هو تنس طاوله كلها فتنس، خد بالك. طبعا وده اللي بيحدد انت ان شاء الله يعني ممكن تكمل لغايه سن كام. اوكي، الفتنس بتاعك قادر تقف على رجليك ولا الدنيا؟ طب اسالك سؤال محرج، بتجيب فلوس حلوه بقى تنس الطاوله؟ الحمد لله والله يعني لو حد قرر يحترف حاجه زي كده، اللي هو يا جماعه مش كره القدم بس اللي بتجيب فلوس، يعني عادي اي رياضه الاحتراف فيها صح. يجيب فلوس عادي، ما نبصش بس لفكره اصل كره القدم بس او انت النهارده هقول لك كمان يعني عشان يبقى كلامنا برضو في دليل وراه. انت النهارده لو اسمك بقى من ضمن 100 لاعب على العالم، معنى كده ان في شركات انا مترتب هتبقى حابه ان هي تخلي خالد معاها، لان خالد ليه تصنيف. لو انت بقيت رقم 1 في قارتك مثلا قاره افريقيا، في نفس الكلام في شركات مصلحتها انك انت تكون معاها، بجانب ان الوزاره عندك هتبقى انت لاعب مميز، فهتديك تمييز. النادي الاهلي هيجي يقول لك زي ما حصل معايا النادي الاهلي الشهر اللي فات، قال لي طب تعالى معانا في الصيف بعد ما تخلص. فده برضو ممكن يبقى انت النهارده ما بتمرنش لسه خالص يعني، بس دي مرحله انت حاططها اكيد في دماغك يا رب لما تخلص مثلا. لازم الاول ادرس الاول، لان هي التدريب ليه اكتر من جانب. الجانب الفني ده واحد طبعا، بس لازم ابقى عارف برضو الجانب النفسي للاعب، الجانب البدني للاعب. على فكره في المانيا برضو يعني دي من الحاجات الكويسه قوي انك انت سالت الموضوع ده، ولازم يبقى عندنا في مصر. في المانيا ممكن لو لاعب لا قدر الله وقع او حصل له اصابه او اسعافات كده، ممكن المدرب يسعفه، يعني ممكن ينقذ حياته. عنده يعني دارس ده، وعنده سكيلز يقدر هو متعلمها، وبيراجعوا عليه كل سنتين هل انت فاكر ولا لا. لو لا قدر الله حد حصل له التواء، حد حصل له حاجه، ممكن دي تبقى عمليه او ممكن تبقى على حسب السرعه في الانقاذ. فيبقى يعني طبعا احنا عندنا حادثه شهيره جدا حصلت من قريب في المصارعه تقريبا او الملاكمه او حاجه زي كده. حصل ان في لاعب توفى الله في وقتها، لان طبعا ما لحقوش ان هم يسعفوه. ودي كانت حصلت فيها مشكله كبيره، اللي هو يعني طبعا قضاء وقدر في الاخر. طبعا. بس لو كان في زي ما انت قلت لازم. ممكن يكون في اسعافات اوليه ممكن تكون ساعدته، والمدرب اقرب واحد يعني بيبقى اقرب واحد للاعب. فيبقى هو لو هو عنده عارف يعني ايه اسعافات اوليه، عارف في الموقف ده ممكن بس يعني زي ما بتقول كده الصمه لغايه لما تيجي الاسعاف او يعني يعني عارف ايه يفوق كده يعني بس انت اللعبه ما فيهاش اصابات، يعني لعبه فيها هتقع مثلا او تتكعبل او كده. انت ممكن في حركه لا قدر الله مثلا التواءات او كده ديسك مش عارف ايه عملت وجعني دلوقتي الدنيا ايوه فاهم قصدك لان هي سريعه قوي. فانت لفيت غلط، لا مش عارف ايه. الوزن برضو مهم يا خالد، يعني الوزن اللعيبه بتاكل ايه ما بتاكلش، كل الحاجات دي برضو في مصر احنا محتاجين برضو ايه نبص عليها تاني ان شاء الله باذن الله. وانا مبسوط جدا بالانترفيو معاك، وانا مبسوط ان انت يعني مرتب لنفسك كمان حاجات كتيره قدام، فان شاء الله هتيجي تلعب يعني معايا ماتش ولا؟ والله انا اعتقد انا هبتدي بالبادل، يعني انا هبتدي بالبادل لان انا عاجبني الاجواء حلو، وبعد كده اروح داخل على تنس الطاوله. انا حاسس ابتدي بالصعب. هو البادل اصعب صح؟ هو لا دي ليها صعوبتها، ودي التاني اقوى، احنا اسرع فيعني لا انا السرعه دي انا بحب ابقى على مهلي قوي. انا مش عايز حد يستعجل. انا بشوفكم ما شاء الله لسه شايف لك ماتش قلت ابص كده يعني ما شاء الله. احنا طبعا كنا بنلعب تنس طاوله اللي هو خد دي هات دي طبعا لكن هم تك 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 فحاجه مكن صيني فعلا ما شاء الله عليهم. انت نورتنا يا عمر، وجود لك ان شاء الله في باريس 2024. هي هتبقى شهر 7 تقريبا ولا بشهر 7؟ فان شاء الله ربنا معاكم كده في 27/24 وتعملوا مجهود قوي جدا انت وكل المنتخب، ودايما كده تنورنا. بشكرك جدا، شكرا جدا يا خالد، نورتنا. شكرا عمر عصر، لاعب منتخب مصر في تنس الطاوله واللاعب الدولي المحترف. السكة أحلى مع خالد عليش على ميجا FM.